السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبيباتي في قناتي وقناتكم يوميات ونصايح فوزية. إن شاء الله النهاردة مع بعض الفيديو مهم جدا. ليه مهم؟ لأن أنا هقول لكم على الحاجات اللي أنا اشتريتها وبعد ما جربتها يا ترى هي طلعت كويسة ولا ما طلعتش، أو بمعنى يعني رأيي في الفيديو ده. من الفيديوهات اللي أنا كنت بحب أتفرج عليه في الاوقات اللي فاتت، وخصوصا يعني دلوقتي بقى فيديو مهم اكتر، لان انا بدل ما بروح ادفع فلوس واخسر فلوسي في حاجات ممكن اوفر الفلوس ديت واشتري حاجات احسن، لاني بسمع رأي وتجربة الناس اللي جربتها. رأي وتجربة الناس من اهم الاشياء اللي لازم نعرفها. بمعنى اصح، عارفين الرأي ده يعتبر زي اكنك بتقري التاريخ، تتعلمي منه، تشوفي الناس عملت ايه وغلطت في ايه فما تغلطيش زيهم، فما تشتريش الحاجات اللي ممكن تكون مش حلوة. توفري، واحنا كلنا محتاجين ان احنا نوفر ونعرف الحاجات الكويسة والحاجات اللي مش كويسة في الفترة دي بالذات. طبعا مش عايزة اقولك اشتركي من الزرار عشان تتابعيني دايما باستمرار وتشوفي حاجات مفيدة جدا ليكي ان شاء الله، وكمان تنوريني باللايك وتكتبي لي تعليق حلو منك كده عشان قناتنا تكبر بيكو وليكو. اول حاجه هنتكلم عنها، هنتكلم على منتجات العنايه الشخصيه. زي ايه؟ زي الشامبوهات والكريمات اللي احنا بنستخدمها، الغسولات، كل الحاجات دي من الحاجات الكويسه جدا اللي انا اشتريتها وجربتها وحابه ان انتوا تعرفوها. الكريم ده كريم جلايسوليد ده للايدين حلو جدا. في العلبه الحمراء دي ده كريم يعني تقيل شوية، يعني ده ملمسه زي ما انت شايفة كده تقيل، ولو انه والله يعني الجلد بيتشربه، وخصوصا ان احنا في فترة الشتاء وكلنا محتاجين كريمات مرطبة. اما الكريم الابيض فده نفس النوع بس السوفت منه، يعني الخفيف، حتى هتلاقيه من جوه خفيف كده وجميل. انا طبعا بجيبهم، بصوا شايفين دي ده، شايفين طبعا في فرق بين ده وبين التاني. بجد هم هايلين جدا على الايد وحلوين جدا، وكمان عايزه اقولك ان سعرهم مش غالي. ويعني طبعا انا كنت بجيبهم في الاوقات اللي قبل كده، يعني ما كانش سعرهم بيتعدى ال20 جنيه، بس طبعا في الفتره اللي جايه اكيد سعرهم غالي شويه. ان شاء الله في المشتريات اللي جايه هبقى اشوف لك سعرهم ايه وابقى اقول لك عليه. ده اول حاجه معانا. جربت كمان يا بنات شويه حاجات كده لتصفيف الشعر، ويعني بديل زيت وكريمات وزيوت. وبصراحه مش دي بس، انا جربت زيوت كتير. اولا الزيوت زي تريتش هاب الو ايفا دبر امله. من الزيوت دي، الزيوت دي بتسحب، لو انت بتستخدمي صبغه على شعرك هي بتسحب الصبغه بتخليها تروح بسرعه، فما انصحكيش بيها. الى جانب ان صراحه زيت تريتش هاب دوت كان بيهيش الشعر مش بيطوله. مش عارفه ان كان يمكن دوت علشان مش الاصلي ولا هو كده طبيعي، بس انا على العموم كنت جايباه من فتح الله، يعني المفروض المنتجات اللي في فتح الله منتجات اصليه. كمان بديل الزيت، انا من النوع يا جماعه اللي بيحب الشعر ستريت وبيحبه هادي، يعني نايم كده وزي ما بيقولوا ايه مفرود ونايم مش هايش. صراحه الحاجات دي هيشت لي الشعر، كنت باستمرار عايزة مجرد ما الشعر بس يعني ساعة ولا ساعة ونص تبقي عايزة تدهني تاني، برغم ان هي كانت منتجات غالية. يعني دوت كان المفروض اللي هو ايفا وكريم، وللتصفيف برضو كان بيديني نفس النتيجة. بصراحة افضل نتيجة انا خدتها من كريم رخيص جدا اللي هو الو ايفا ده. كريم الو ايفا ده رغم ان هو كريم رخيص وانا كنت جايباه عشان ابني، بس قلت اجربه، بصراحة طلع حلو، فرد لي شعري. بس عايزة اقول لكم ان بنتي شعرها كيرلي ما جابش معاها نتيجة كويسة. فشوفي انتي برضو زي ما قلت لك، بديل الزيت ده طبعا مش حلو خالص خالص، ما انصحكيش بيه. الزيوت لو انتي بتصبغي شعرك زي كده ما انصحكيش بيها. اما الو ايفا ده لو بتحبي الشعر ناعم، مش ناعم، هو شعري ناعم طبيعي، لو بتحبيه ستريت ومش هايش ممكن تجيبي ده. ف ورخيص هو، حتى لو انت جبتيه وجربتيه رخيص مش غالي، مش هيكلفك كتير. لكن الحاجات دي غاليه، ما انصحكيش ان انت تجيبيها ومش حلو. وما دام اتكلمنا عن الشعر نتكلم بقى عن الشامبوهات. بصوا يا بنات، الشامبو ده النوع ده هيربل اسنسز ده ما تجيبوهوش صراحه، جربت منه كذا نوع وحش جدا بصراحه، وحش، ما مش عارفه اقول لك، يعني ما بينضفش كده كتير.
بصراحه عمل لي التهابات في فروه الراس. يمكن انا عندي حساسيه او انا ما بحبش جوز الهند، بس انا جربت كمان انواع منه تانية برضو ما ريحنيش خالص. فما انصحكيش ان انت تجيبيه. هتقولي انت مخلصه العبوه، يعني انا هجيبها وادفع فيها فلوس وما خلصهاش؟ فضلت وراها لحد ما خلصتها، بس يعني عانيت لحد ما خلصت. اما الشامبو ده، النوع ده من الشامبو فبصراحه ريحني جدا وحلو، بيرغي حلو وبينظف، وهو حلو للفصل الشتاء اللي احنا فيه. يعني هاتيه وانتي مطمنه، دايما بيبقى عليه عروض وهو حلو. نيجي بقى نتكلم عن غسولات الوش. بصوا، في غسولات كتير الناس بتجيبها وبتجيبها لانها رخيصه، وفي حاجات بتخافي ان انتي تجيبيها علشان بتقولي ان هي غاليه. يعني الغسول بتاع بايوديرما ده لو انتي روحتي جبتيه بالسعر في اي وقت من السنه هتلاقيه فعلا غالي، لكن انا انصحك ان انتي تستني شويه، لان بتنزل عروض عليه حلوه. بتنزل عروض على راس السنه زي ما احنا كده، بتنزل عروض على عيد الام، بتنزل عروض كتير خلال السنه من غير مناسبه. تابعي صفحه بايوديرما، الغسول ده مناسب جدا للفصل اللي احنا فيه. في غسول تاني كنت بستخدمه هبقى اقولك عليه في فيديوهات تانية، برضو بيبقى مناسب جدا لفصل الصيف، لكن ده مناسب جدا لفصل الشتاء. طب انا بجيبه ازاي؟ انا الصراحة لما بجيبه بستنى العروض، بشتري 2 أو 3 على حسب يعني العرض اللي هو فيه، او بشتري الحجم الكبير وبخليه عندي. ساعتها بيقف عليا بسعر الرخيص. طبعا انا مش عارفه اقولك دلوقتي الاسعار، لان فعلا كل يوم والتاني الاسعار عماله تزيد وتعلى وتتغير من لحظه للتانيه. بس انا زي ما بقولك استني العروض. المنتجات اللي هي الغاليه دي اللي انت بتشوفي ان هي غاليه، في فتره العروض هتلاقيها كويسه. طب انت هتقولي لي انا اتابع العروض منين؟ بصي، تابعي عروض صيدليات مصر، تابعي صفحة بايوديرما نفسها، بتبقى منزلة عروض، والعروض دي بتبقى موجودة في أي مكان انت ممكن تروحي تشتري منه بايوديرما. اللي يبيعوهولك من غير العرض اعرفي ان هو مش صح. لما بتنزل العروض بتنزل على المنتجات اللي بينزلها هو على كل الأماكن اللي بتبيع المنتج ده في مصر، بيبقى المفروض ان هي تنزل عروض عليه. وافضل لك ان انت تشتري الحاجه دي من مكان كويس، يعني ما تشتريهاش مثلا من اي دكان كده وخلاص، لان في اغلب الاماكن بيبقوا معبيينه ومش هو الاصل. انت اشتريه من الصيدليات اللي هي الكبيره المعروفه، فانصحك ان انت تجيبيه، حلو جدا هايل للبشره، بينظف بجد. انصحك تجيبي الازرق، ما انصحكيش تجيبي اللون البامبي ده، لان انا جربته. هو كان المفروض ان هو معمول للبشره الحساسه، بس يعني بجد ما بينضفش. هو للبشره الحساسه قوي بقى، اللي هي بتتحسس من كل شيء، بس يعني ملوش، يعني بالنسبه لي انا ما كانش ليه لازمه. هاتي الازرق ده حلو جدا. وكده نبقى خلصنا منتجات العنايه الشخصيه. تعالي بقى ندخل على المنتجات بتاعه الاكل والشرب والحاجات والمنظمات اللي هقولك رايي فيها. من الحاجات بقى اللي هكلمك عنها الجبنه الموتزاريلا دي انا اشتريتها. الناس اللي شافت معايا الفيديو اللي فات بتاع المشتريات، كان فيديو حلو جدا على فكره يا جماعه، وكان في حاجات كتير اشتريتها بالاسعار الجديده اللي نازله، وقلت لكم على كل العروض والخصومات اللي كانت موجوده فيه. لو ما شفتوش روحي شوفيه، مشتريات شهر يناير بالاسعار الجديده. جبت الجبنه دي، جبنه موتزاريلا، المفروض ان هي كويسه، وجايباها سعرها غالي، يعني تقريبا داخله على 100 جنيه، يعني كانت ب90 او ب100 جنيه. للاسف انا حرمي الجبنه دي كلها. الجبنه وحشه جدا، ما بتمطش، ما بتعملش وش، يعني فظيعه بكل معنى الكلمه. عملت لاولادي، انا بصراحه ما كترتش من اكلها، ولادي عملت لهم مغص تقريبا اكن نازله معويه، فوحشه جدا جدا جدا. ما انصحكيش ان انت تجيبيها، بترمي فلوسك على الارض زي ما انا كده هعمل. بجد انا مش عارفه اعمل ايه، حزينه جدا على اني اشتريتها، وحزينه على اني حرمي الكميه دي كلها، بس طبعا صحتنا اهم من اي حاجه. فانا بقول ما انصحكيش ان انت تجيبيها، ربنا شاهد، عشان ما حدش يروح يشوفني ان انا جبتها ويروح يجيبها. ابقوا تابعوا دايما فيديو رأيي في المشتريات. المعالق دي، ده معالق زهران، بتتباع طقم، هي كويسة
حلوة جدا على فكرة، جربتها ياما وفي حاجات كتير، في شوربة، في سخن جامد، في الاكل، في التقليب. طبعا انا جبت منها دول بس. لو انتي مش جنب منك ايكيا او ما تعرفيش حد بيبيع منتجات ايكيا بس قريب منك منتجات زهران، ممكن تجيبيها. انا كنت جايبة الثلاث معالق دول وكان سعرهم مش غالي الصراحة، وكمان بينزل عروض حلوة جدا على عيد الام على المنتجات دي، وبتتباع طقم على بعضه. فلو انتي عايزة تجيبيها هي حلوة جدا، ممكن تجيبيها. مضرب الايكيا ده حلو وهايل، وبصراحة بجد عملي جدا، يعني رغم ان تصميمه كده غريب ومش زي المضارب اللي احنا متعودين عليها، بس فعلا تحسي ان هو بيعمل حاجات حلوة قوي. ومش لازم بس الكمية الصغيرة، انا لسه عاملة منه بشاميل، وكان حلو جدا جدا، وقلب معايا البشاميل ومخلاش فيه اي كلاكيع. فلو انتي قريب منك حد بيبيع ايكيا زي ما بقولك، او جنبك ايكيا، اصلا احنا من اسكندرية مش كل الاماكن بتبيع المنتجات دي، هاتيه، وخصوصا قبل الغلا. كمان من المنتجات الحلوة، وعلى فكرة انا عايزة اجيب الطقم بتاع المعالق بتاعهم كله ان شاء الله، هجيبه قريب بإذن الله، يا رب اجيبه بس بالاسعار القديمة. كمان من الحاجات الحلوة القطاعة دي برضو ايكيا، انا جبت قطاعات كتير. والله يا جبانات مش هتصدقوا القطاعة دي انا جايباها بكام. يعني انا كنت جايباها بحوالي 50 جنيه او 60 جنيه. فالقطاعة دي حلوة قوي وجميلة، يعني يا ريت لو قريب منك او لقيتيها حلوة حلوة هاتيها. وما كانتش غالية وكانت رخيصة. مقشرة البطاطس دي حلوة قوي، والنوع ده حلو وحامي وبيقشر وجميل، وبتعيش على فكرة يا بنات. لو لقيتوها هاتوها، وكان سعرها رخيص، ويعني دلوقتي برضو حتى لو سعرها مش هتلاقيه غلي قوي. بصوا بقى الفكرة دي هوريها لكم. شايفين الازازة دي، ازازة الكراش عادي، ازازة حاجة ساقعة. بصوا انا حاطة فيها خل، ودي بتتباع لوحدها، بتركب على اي ازازة، بتتفتح كده، بتنزل من هنا كمية صغيرة قوي، بتتحكم في الكمية اللي انتي بتعمليها. دي كنت جايبة دي بس يا بنات ب7.5. انا عملت ازازة ايكيا ببلاش، يعني دي ب7.5. شوفوا بقى الازازة على بعضها بتتباع بكام. بس طبعا دلوقتي مش عارفة هتكون سعرها ايه. هي دي موجودة في ايكيا على فكرة برضو، بتتباع لوحدها، وموجودة في الاماكن اللي بتبيعها. طبعا انا عاملة كده في ازازة خل، وعاملة زيها ازازة زيت، بحط برضو شوية الزيت وبستخدمها كده، وبتبقى حلوة جدا. بصوا بقى المنظمات دي هايلة، وعلى فكرة بتاخد كمية كبيرة. يعني ده حوالي نص كيلو رز بسمتي، ودي بتاخد تقريبا العلبة الصغيرة دي بتاخد الكيس بتاع لسان العصفور. وما بتاخدش مكان، وبتتركب كده ببعضها، وبتبقى باينه جدا قدام منك. لو انتي دولاب المطبخ بتاعك صغير هاتيها، هايله هايله يا بنات، فحلوه جدا، انصحك بيها. وسعرها على فكره ما كانش غالي، يعني انتي سعرها مش غالي، فحلوين قوي، حلوين اكتر من وجهة نظري من المنظمات اللي هي عارفينها. هوريها لك اللي هي دي، ولو ان دي برضو يعني انا بالنسبه لي بوظفها، ما بخليهاش تاخد مكان، بس بجد دي هايله اكتر منها وحلوه، وممكن تحطي اكتر من مكان في الدولاب. انا هبقى اوريكي ازاي انا منظمه الدولاب بحاجات من دي، ومخليه شكله حلو جدا. انصحك ان انت تجيبيها، والله دي ما كانتش غاليه، دي كنت جايباها ب11 جنيه، دي كنت جايباها ب6.5 او 7.5. يعني ما اعتقدش ان هي هتغلى قوي للدرجه دي يعني. فبجد ما بتاخدش مكان، ورغم صغرها بتاخد كميه حلوه، وكمان بتتركب على بعض كده. يعني انا عامله عدس، بحط العدس فيها، بحط الذره الفشار بتاع الولاد، بحط في دي كده النشا، بحط لبن البودره. فبتاخد فعلا حاجات كتير، زي ما انت شايفه اهو الرز البسمتي انا حاطاه فيها. فهي حلوه قوي وعمليه. بصي الميزان ده هايل، واكيد سعره هو انا كنت جايباه لسه من قريب، يعني قبل الحاجات دي ما تغلى كده شويه. كنت جايباه ب80 جنيه. فانا مش عارفه هو دلوقتي هيكون سعره، يعني يمكن يكون وصل 100 جنيه، مش هيكون يعني غالي عن كده.
لو لقيتيه في اي مكان هاتيه، هو هايل وحلو جدا وطريقه استخدامه سهله. ولو عايزيني اشرح لكم طريقه استخدامه قوليلي وانا اشرح لك طريقه استخدامه، بس هو بجد هايل، بينفعك، بيظبط معاكي حاجات كتير جدا. كل المقادير اللي انت بتبقي عايزه تستخدميها، وما بياخدش مساحه في الدولاب. فده فيه ميزات كتير قوي وحلو وهايل، حلو قوي. انا جبته جربته الشهر اللي فات وجبته تاني الشهر ده، انصحك ان انت تجيبيه، حلو واحسن من الازايز الصغيره او الازايز التانية اللي هي بالتفاح بالتفاح الاخضر والتفاح الاحمر، مش بترغي قوي وخفيفه، لكن ده حلو وتقيل وكويس. بس انا نفسي بس شركه فيري تحكم غطا العبوه كويس، تبرشمها، علشان ما بعد شويه العبوات دي هتترمى في الزباله وتتاخد وتتعبى صابون عادي وتتغش. بصي شايفه ده برطمان توابل وده برطمان توابل، ده انا كنت كلمتكم عليه قبل كده وقلت لكم ان هما وحش جدا. فما ترميش فلوسك في البرطمانات اللي زي دي، غطيانها اتكسرت، ما بقتش محكمه. هي حجمها صغير وحلوه، وانا جبتها علشان حجمها صغير، علشان انا مش بحب احط بره التلاجة توابل كتير. بس بجد يعني جربت كتير بصراحة، مفيش احلى من برطمانات التوابل المشهورة بتاعت ايكيا دي يا بنات، طبعا كلنا عارفينها. بس انا انصحك برضو ان انا يعني انا لفيت ودورت وهضطر ارجع اشتري دي تاني بالغالي، لان انا عندي جبت 4 بس محتاجة اكتر، فهضطر اجيب منها تاني. او برضو لو انت يعني كده، برطمانات النسكافيه بتاعت حواليكي، برطمانات النسكافيه اللي هي نسكافيه جولد دي حلوه برضو وهايله جدا على فكره. وازازها حلو زي النوع ده، انا عامله منها بحط فيها الشاي، نعناع، ينسون، كلام من ده. فانتي لو عامله منها طقم يعني، وشكلها حلو، شكلها شيك، ما بتحسسكيش ان هي ايه يعني. ما ترميش البرطمانات دي بقى من البرطمانات اللي ما تترميش. شفتي انا كنت قايله لك في برطمانات تترمى، لكن دي ممكن تعملي بيها طقم، فحلوه وازازها حلو وجامده يعني. ومتهيالي ان هي وقعت مني قبل كده والله وما حصلهاش حاجه الحمد لله، يعني كذا برطمان يقع ما يحصلوش حاجه. وغطاها حلو قوي ومحكم وشكلها شيك. دي مش محتاجه اي حاجه غير انك تشيلي بس الستيكر اللي عليها، وبيتشال بمنتهى السهوله، وتحوليها لطقم، وساعتها يبقى طقم شيك يعني، يا ده يا ده. لكن دول بس انا مستعملاهم لحد ما كلهم يتكسروا، يعني هما ما بيتكسرش الازاز بس الغطيان بتاعتهم بتتكسر ومش حلوه خالص، لا في قفلها ولا في فتحها. من الحاجات الحلوه بقى اللي عوضتني عن رف ايكيا اللي غالي جدا دلوقتي، الرف ده اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. الرف ده انا كنت شاريه رخيص جدا، كان بحوالي 35 جنيه. رف حلو وعملي وبيشيل حاجات كويسه اهو زي ما انت شايفه، بعيده عنك. انا حاطه فيه فوق ده السكر، هنا البن، الشاي انا حاطاه في الدولاب، وحاطه تحت شويه الملح والفلفل والشطه والكمون وشويه الحاجات اللي انا بستخدمها على طول. فهو حلو، هو من جهه حلو فهو حلو. انصحك ان انت تجيبيه، انا كنت جايبه ب35، هيكون غالي بقى بكام يعني؟ متهيالي ان هو مش هيكون غالي قوي. دي شويه الحاجات اللي انا كنت عايزه اقول لكم عليها. يا رب تستفيدوا من الفيديو بجد. كل الحاجات دي نصايح عن استخدام شخصي انا استخدمتها وجربتها فترة طويلة، وبقولك عنها الريفيو بتاعها، او الحاجة كويسة او لا. اتمنى ان انت تكوني استفدتي من الفيديو، واتمنى ان انت تعملي لي لايك، ولو مش مشتركة عندي تشتركي وتنوريني، وتكتبي لي في التعليقات ان انت جديدة عشان ارحب بيكي. ومتشكرة جدا لكل الناس اللي عندي، ما تحرمش منكم ولا من كلامكم الحلو. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.